وغير بقى الاكل يعني ممكن إحنا والله إحنا احنا دلوقتي حطينا حطينا رز وملح وفلفل أيوة. وكمون بس كده. قولي لي بقى، كملي ايه على السفره المصريه؟ ان هي حتى لو الاكل اللي بيبقى فيها بسيط هي بيبقى ليها روح مختلفه عن اي جداً. سفره في العالم يعني جداً. حتى القعده الكلام اللي احنا بنتكلم فيه لا صح. بحس ان هو ليه صح، وضع تاني خالص ده موضوع مختلف خالص. جدا. احنا كده قلبنا الرز كويس قوي وبنقلبه. التقليبه بقى بتاعت الرز دي اللي هي المشكله بتاعت كل الناس اللي بيقولك الرز بيعجن. ايوه، الرز بيعجن لان هو لازم يتشمع، الرز لازم يتغلف بالزيت كويس قوي ان هو يتقلب. بعد كده بقى بنروح مزودين عليه الميه، فكده الرز مش عمره ما هيعجن معانا. يتشمع. لسه سامعه الترم ده سمعته على حاجه في الكفته، يتشمع. تتشمع. فكده يتشمع برضو ممكن نقولها بقى على كده الرز هنحط برضو ميه كده يتشمع. مغليه كده. وبعدين بقى احنا كده حاطين الميه قد ايه؟ الميه بالظبط اللي هي عشان برضو الناس كتيره قوي بتتلخبط. انت حطيتي رز وزودتي الميه عقله صباع فوق الرز. مظبوط. وتقلبيها كده مظبوط. تقليبه كده واحده وتسيبيها على نار عاليه. اول ما الميه تبتدي تتشرب خالص نغطيها، نغطي النار كده الرز عمره ما هيعجن معانا خالص. حلو قوي. بس هي دي مشكله الرز اللي الناس كلها بتواجهها. احنا كده يعني بالظبط هيتشرب على طول وبعدين بقى نغطيه. طب شيف ساره بقى، خليني اسالك سؤال، انت بتشتغلي من البيت ولا بتشتغلي بتروحي مطعم او بتعملي ايه؟ بصي انا براند امباسادور لكذا براند، ماسكه معاهم ريسيبي ديفلوبر يعني أوكي. انا اللي بعمل لهم الريسيبيز. انا ما كنتش اعرف ان في ريسيبي ديفلوبرز في مصر. لا في طبعا، يعني من الحاجات الممتعه جدا ان انت بتحسي ان انت بتحطي الفيجن بتاعتك في ريسيبيز معينه. كنت شغاله الفتره اللي فاتت على الكتاب بتاعي، هو يعني كان في معرض الكتاب، هو برضو يعني بيلخص الجيرني دي اللي هي الريسيبيز السهله السريعه اللي الناس يعني تبقى حابه ان هي تستخدمها. حلو قوي. وفي نفس الوقت بقى بصور. ممكن استاذنك افهم الجمهور يعني ايه ريسيبي ديفلوبر؟ طبعا. ريسيبي ديفلوبر اللي هو الشيف او الكوك اللي بيبدا يعمل وصفه اكل، فبيحط الانجريدينتس بتاعته وبيعمل وصفه اكل جديده او بيبتكر في وصفه قديمه اوريدي موجوده، صح؟ او مكون مثلا هم حابين يستخدموه فبيجي هو يجربه لهم ويدي الفيدباك بتاعه، صح كده يا فندم؟ بعمل بقى الريسيبي نفسها اللي هو المكونات اللي احنا بنستخدمها دي، انا بقى اللي بحط المعايير بتاعتها. كوبايه بدل ما يحتاج 100 جرام محتاج 200 جرام بالظبط كده. فالشيف بيبقى هو عنده الفيجن بتاعته، عنده الرؤيه بتاعته في الريسيبي. فاحنا كده معانا أبلة نظيرة العصريه، صح كده؟ عايزه اقول لك ان انا كنت لسه من شهرين كده ابتديت انزل حلقات ان احنا نحيي التراث بتاع أبلة نظيره، فابتديت اجيب حلقات من أبلة نظيره من الكتاب واصورها للناس في الفيديو ونعمل الوصفه زي ما أبلة نظيره عاملاها. عايزه اقول لك ان انا اكتشفت حاجات عجيبه. بالنسبه لي كانت يعني بجد حلوه قوي عشان الاقيه. اصلا الكتاب ما كانش موجود، ما هو انا قعدت 3 شهور عشان اعرف اجيبه. انا قعدت كتير فعلا. وانا اقدر اقول لك انا مبسوطه قوي ان انت عملتي الموضوع ده، لان انا لما قلبت ايه ده واحنا فعلا عندنا كده ايه كميه الحاجات دي. بس انا كانت مشكلتي الوحيده في كتاب أبلة نظيره ان المقادير بالرطل، لا وفي كلمات كمان مش مفهومه غريبه يعني شويه، في حاجات مكونات نفسي انا ما فهمتهاش. احنا كده الرز خلاص ابتدى يعني شرب الميه، وطيت النار بقى خالص، وطينا بقى النار وبنغطيه بس.